السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. مطبخ ايمان جاب لكم جديد الوصفات، جاب لكم طريقه تحضير السفه بالكسكس او بالسميد. كيجي فعلا رائع، وهاد الوصفه ديال زمان. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وبلا ما نطول عليكم خليكم مع الفيديو. هنايا باذن الله غادي نبداو ان شاء الله. عندي هنايا واحد الطاسه ديال الزلايف ديال السميد ديال الكسكسو، اولا كيلو الا ربع ديال السميد ديال الكسكسو بهذه الطريقه، وكنغربلوهم بهذا الشكل. نديروا واحد 3 ديال الزلايف. كان عندنا هنايا 3 ديال الزلايف كما قلت كنغربلوهم، وفاش من بعد ما كنغربلوهم كناخذ واحد القبيصه ديال الملح كنضيفها ليهم بهذا الشكل. من بعد كناخذ الماء وكنبدا نسقي في الكسكسو ديالي او السميد ديالي بحال هكا، راه كما مبين لكم في الشاشه كندير ليها الماء وكنبقى بحال هكا نكسكس فيها. راه الطريقه سهله وواضحه كما مبين لكم في الشاشه. كنستمروا بهذه الطريقه وكنضيفوا الماء كل ما كنحتاج. اذا من بعد ما كنكملوا كناخذ الكسكاس ديالي بهذا الشكل وكندير فيه هذاك السميد ديالي اللي غربلته. بالنسبه اللي ما كيعرفش يعني يكسكس مزيان وكيتكور ليه، هذا هو الحل ديالو. بلا ما تمشيو ديروا الغربال ولا شي حاجه، غير داك الكسكاس ديالو راهكم كافيكم تغربلوا به بهذا الشكل. اذا هنايا من بعد ما كنغربلوه مزيان بهذا الشكل راه كيرجع مكسكس مزيان بداك داك اللعيبه ديال الكسكاس. راه بحالكم كتغربلوه في الغربال كيخرج لكم رقيق وما كيبقاش مكور. اذا حنايا من بعد ما درت الكميه ديالي كامله في الكسكاس كنديرو فيه، وان شاء الله فاش غادي ندير راه غادي نعاود نرجع لكم. اذا هذه هي التفويره الاولى. من بعد ما طاب لينا غادي من بعد ما طاب لينا غادي نحطوه دابا فوق من القصريه. خلينا طاب حوالي 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه تقريبا، وكنسقيه بالماء بهذا الشكل. وكنستخدم واحد الكاس 2 كيسان حتى 3، وكيبقى على حسب النوع ديال السميد ديال الكسكسو ديالنا واش كيشرب ولا لا. والهدف ديالنا منه هو اننا نخليوه يولي يجينا رطب، يعني كنبقاو نديروا ليه الماء بحال هكاك ونديروا ليه يعني الكسكسو هذاك حتى يولي لينا رطب راكم عارفين الطب. المهم كنديروا ليه الماء بحال هكا وكنبداو نكسكسو فيه بهذاك الشكل.
اذا هنايا من بعد ما كسكسناه مزيان وحربرناه مزيان وسقيناه بالماء مزيان، غادي نديرو عاوتاني في الكسكاس وغنرجع نديروه يطيب ان شاء الله ورجع لكم. اذا هنايا من بعد ما طاب لينا، هذه هي التفويره الثانيه اللي غادي نديروها دابا. من بعد ما طاب لينا كنخليو تقريبا 11 دقيقه حتى 15 دقيقه كسكاس. يعني انا غادي نديرو تقريبا غير 3 ديال المرات، غادي نكسكسو ونسقيه بالماء. ولكن المره الاولى ما كتكونش بحال المرات الاخرين. المره الاولى كنكون كنسقي فيه ودرت ليه الملحه، يعني الطريقه مغيره على الاخرين. المهم راكم عارفين كندير عاوتاني كنسقيها بالماء بهذا الشكل. كنسقيها بالماء بهذه الطريقه وعاوتاني كنمزج، وكما قلت راه كيبقى كميه على حسب واش كيشرب ولا ما كيشربش. من بعد عاوتاني غادي نبدا نحربل فيه اولا نبدا نكسكس فيه باليدين ديالي. وكنستمر عاوتاني بنفس الطريقه. كنستمروا بهذا الشكل وكنبقاو نكسكسو فيه بهذه الطريقه. اذا هذه هي التفويره الثالثه ديالنا والاخيره اللي من بعد ما طاب. هنايا درت واحد شويه ديال العنب ولا الزبيب في الكسكاس. من بعد كنضيف عليه السميد ديال الكسكس ديال تحت من الكسكاس، ماشي مهم بعدا، مهم يدار في الكسكاس. المهم انا درتو في القاع ديال الكسكاس ودرت فوق منه الكسكسو، او درت فوق منه السميد ديال الكسكسو بهذا الشكل. وغادي نديرو يطيب ان شاء الله. من بعد ما يطيب اذا هنايا هذه هي اخر مرحله. دابا درنا هنايا كبينا داك الكسكسو اللي كان في او السميد ديال الكسكسو اللي كان في الكسكاس في القصريه ديالنا اللي غادي ناكلو فيها ان شاء الله. من بعد غادي نضيف هنايا السكر كلاصي بهذا الشكل، سكر كلاصي، وغادي نضيف عليها الزبده. ندير واحد 2 قطع ديال الزبده ديال العبار بهذا الشكل بهذه الطريقه. من بعد غادي نبدا نذوب في هذاك الزبده ديالي ودرتها في الكسكسو نحطو سخون باش تذوب ليا فيه، وغنبقى نمزج ان شاء الله حتى تذوب ليا. شوف كيفاش الطريقه كندوب فيها، يعني راه كندخل وسط الكسكسو وسط السميده ديال الكسكسو كنبقى نحرك بهذاك الشكل. وان شاء الله غادي نرجع لكم في الشكل النهائي ديالو بعد التزيين. اذا هنايا درنا في الطبسيل ديالنا او الطبق اللي غادي ناكلو فيه ان شاء الله. يعني هذاك ماشي الطبق اللي ناكلو فيه، هذاك غير كنت كنصيف فيه وانا. المهم ماشي مشكل. هنايا درتو في الطبسيل او في الطبق ديال التقريم اللي غناكل فيه ان شاء الله. درت فيه هنايا الكركاع، زينت واحد شويه ديال الزبيب من الفوق ودرت عليه القرفه وزينته بهذا الشكل. درت عليه شويه ديال السكر كلاصي والسكر بودر. وفعلا هذه الوصفه كتجي جديده، والاهم انها اقتصاديه، وهاد الوصفه راه ديال زمان. وكنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش نوصل لكم كل جديد ان شاء الله. ونشوف الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده. والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.